السلام عليكم ورحمة الله. إذا كتعملوا مادلين وباقي ما كيصدقوش معاكم، كنتمنى أنكم تجربوا هذه الطريقة، ولكن ضروري تتبعوا الفيديو من الأول حتى الآخر باش تعرفوا السر باش كيجيو بهذا الشكل هذا. وبمكونات بساط جدا وأي واحد يقدر يعمله. عندي واحد البيضة، كنضيف الزيت وكنضيف السكر. كاين اللي كيستعمل السكر عاد كيضيف الزيت، انا كنستعملهم بجوج ضربة واحدة. وكنخلط بالخلاط الكهربائي اولا الخلاط اليدوي، يعني على حسب. اذا بغيتو تخلطوا حتى بالخلاط اليدوي راه ممكن تخلطوا به. كنطربوا البيض والزيت والسكر مزيان حتى كنحسوا بواحد القوام بحال اللي كريمي، هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. وعادي نزيد ياغورت ديال الفانيليا، وبنفس الطاس ديال الياغورت عادي نزيد الحليب، وغنحركو مزيان 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 حتى ينسجم داك الحليب مع المكونات الاولى اللي استعملنا. عاد كنضيف فانيليا باش كيجي داك المذاق ديال الفاني بزاف زايد. وكنزيد جوج خمارات حامرين اولا ممكن تعوضوهم بخماره بيضاء. كنحركو الكل جيدا. كنزيدو الدقيق تدريجيا على حسب النوع ديال الدقيق. كاين الدقيق اللي كياخد الخليط كياخد كميه ديال الدقيق اكثر، وكاين نوع ديال الدقيق اللي كيكون دغيا كيشرب، يعني ما كيبقاش الخليط خفيف بزاف. هنا كنحصلوا على هذا الخليط بهذا الشكل هذا. غنعملوه في الثلاجة لمدة ربع ساعة في الفريغو، ومن بعد ملي كنخرجو كنحركو شوية عاد كنعملوه في القالب ديالو. انا كنستعمل كويغطات عاد كنعمل القالب، يعني ما كنعملوش ديريكت للقالب بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا معايا راه الفيديو واضح. وهنا ضروري يكون عندكم قبل هذه المرحلة ضروري يكون عندكم الفران كيسخن من قبل في أعلى درجة ديالو. وإذا كان الفران ديال الغاز كتشعلوه من الفوق ومن التحت من غير في الساعة ديال الطياب، كنشعلوه غير من التحت، يعني كنحنيو عليه وكنخليوه غير من التحت. أما بالنسبة للفران ديال الضو يعني عاد تنقصوا على حسب الدرجة ديالكم، عاد تخليوه من الفوق ومن التحت يطيب. هنا كنبقى حتى كنكمل الكمية ديالي كاملة. بيضة وحدة وهذيك الكمية اللي شفتو ديال المكونات كتخرج لي 12 حبة ديال المادلين، اللي يقدروا الوليدات يعملوا بهم كوتي ولا يديوهم معاهم للمدرسة ولا يفطروا بهم. صراحة كيجيو بنان ولذاذ. وهذا هو السر ديال مادلين باش كيجيو ناجحين، هو الفران وكذلك داك الحشوة اللي كندخلوها للثلاجة او للفريكو. هنا زينت باللوز ايفيلي كيف ما كتشوفوا معايا. هنا كيف ما خرجتهم من الفرن بغيت نشاركهم معكم كيف ما خرجتهم ومن بعد ما بردوا. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم من بعد ما بردوا لي، يعني ما كيتنزلوش او لا كيتغير الحجم ديالهم، كيبقاو في نفس الحجم. كنتمنى اذا عجبكم ما تبخلوش عليا باشتراك ولايك.